قبل ما نبدأ لازم تفهم إن الفيلم ملوش أي علاقة بالكورة. الفيلم بيتكلم عن حكاية شخص بيحاول إنه يفضل يحاول، بس المحاولات كلها بتفشل. فالسؤال المهم، هل هيفضل يحاول ولا لأ؟ أهلا بيكم في تحليل فيلم الحريف. العود أبو الفار. في ناس بتلعب كورة في الشارع، وناس بتمشي تغني تاخد صورة في الشارع. في ناس بتشتم بعض، تضرب بعض، تقتل بعض في الشارع. في ناس تنام على الأرض في الشارع، وناس تبيع العرض في الشارع. وفي الشارع أخطاء كتير صبحت صحيحة، لكن صحيح هتكون فضيحة لو يوم نسينا وبوسنا بعض في الشارع. اللي سمعته ده كان صوت أحمد زكي، ودي المقدمة اللي قالها قبل ما الفيلم يبدأ، واللي بالمناسبة كان هيمثل الفيلم بدل عادل إمام، بس حصل خلاف بسيط بينه وبين المخرج محمد خان، مما أدى لأن بطل الفيلم يكون الزعيم عشان يقدم لنا أداء من أعظم أداءاته التمثيلية. طب الكلام ده معناه إيه؟ ببساطة إن في حاجات كتير جدا غلط بتحصل في الشارع، بس الناس شايفة إنها حاجة عادية، لكن لما حد يبوس واحدة أو حد يحشش مثلا ساعتها بيبقى عيب وقلة أدب، وده دليل على إن المبدأ بيتجزأ عند الناس. ودي مقدمة في منتهى الجمال خدمت الهدف اللي الفيلم هيحاول يوصله. طب الفيلم بيتكلم عن مين؟ بكل بساطة بيتكلم عن الناس اللي بتشتغل بصحتها ومجهودها وبتعتمد عليه بشكل كلي عشان تاكل عيش، زي السباك والصنايعي والموال والنجار واللازم منه. عشان كده اسم الحريف مش مقصود باللعيب الجامد، لأ، ده جاي من كلمة حرفة. حرفة يعني صنعة. وبالتالي فهمنا الفيلم بيتكلم عن مين. طب هل الفيلم قال كده من خلال الاسم بس؟ لأ، في كذا حاجة وضحت كده، منها صوت النهجات اللي موجود في أول الفيلم ونهايته وداخل الأحداث، وده حال العمل الصناعي الشقيان اللي شغال وبيتعب وبيفضل ينهج طول الوقت وبياخد نفسه بالعافية. وكمان وضح ده من بداية الفيلم، لأننا شفنا البطل وهو نازل من بيته لحد ما وصل مكان الشغل بتاعه اللي بيميز فيه حرفته، مشوفناهوش طلع على الملعب مثلا. وده عشان يوضح الهدف بتاع الفيلم من أول مشهد ويقولك الفيلم بيتكلم عن إيه وعن مين. حتى معظم المهن اللي في الفيلم كانت يدوية، كلها مهن هيجي وقت على صاحبها هيكون عاجز ومش قادر يشتغلها. لو خدت بالك إن اللي كان بيجيب لفاهز بطل الفيلم المصالح والماتشات اللي بيكسب منها كان اسمه هزء، وكأن ده مصدر الرزق بتاعه، واللي سبحان الله أعرج وعنده مشكلة في رجله، وكأنه مسنود على فاهز وفاهز سايبه يسند عليه عشان محتاج للفلوس اللي بيديها له. وده يثبت لك إن إحنا محتاجين للصناعية في حياتنا وما نقدرش نستغنى عنهم. وده بان جدا في المشهد ده لما طلعوا من القسم وواحد ندى عليهم عشان يزقوا العربية بتاعته، وكأن إحنا والبلد عامة مش هنمشي من غير الناس العظيمة دي. بس مع ذلك لما بتحصل أي مصيبة في أي حتة بنشك فيهم أول حاجة كأنهم الأكثر عرضة لأنهم يكونوا مجرمين. طب إزاي؟ بنشوف إن لما بتحصل جريمة قتل في البيت اللي كان ساكن فيه بطل الفيلم بيحصل حاجة مستفزة أوي، وإن البوليس بيحقق كل شوية مع بطل الفيلم وصاحبه نجاح الموجود، وده لأنهم صنايعية على قد حالهم مش لاقيين ياكلوا وبيجيبوا فلوس بالعافية. فعشان كده هم أول ناس شكوا فيهم وفضلوا يحققوا معاهم ويتهموهم بالقتل طول الفيلم. وده بيوضح الظلم والعنصرية اللي بيواجهوها الصناعية والحرفيين عندنا في البلد، مع إن هما ناس زيهم زينا. ممكن حد فيهم يبقى مجرم، ممكن لأ، لأن لو حد فيهم سرق ولا قتل فهو عمل كده لأنه مش لاقي ياكل ومحتاج طول الوقت لحد ما وصل للي عمله ده. بمعنى أصح الفقر وصله لكده. العود أبو الفار. ونيجي للبطل بتاع الفيلم اللي شخصيته معقدة بس شبه كتير مننا. هو واحد فهلوي وبيشغل مخه، بس في نفس الوقت صنايعي وشغله معتمد على صحته وتعبه ومجهوده. شخص مش مقيد بأي قيود ومش عايز حاجة تقف قصاده، بس في نفس الوقت بني آدم كويس وبيقف جنب الغلابة اللي شبهه، اللي الزمن جه عليهم وخلاهم مش قادرين يشتغلوا بصحتهم لحد ما الفقر اتمكن منهم. شخص بيحاول يبقى أب وزوج صالح وبيحاول يرجع لمراته وابنه ويعيش معاهم من تاني بعد ما طلقها، بس مش بيتحكم في أعصابه، ده بيخليها خايفة منه وخايفة إن ابنه يطلع زيه. الخلاصة هو واحد زيه وزيك بيحاول إنه يفضل يحاول وما يقفش ويستسلم لحد ما الفقر يتمكن منه. بيحاول يكون كويس حتى لو غصب عنه بقى وحش في بعض الأوقات، بيحاول يعمل الصح حتى لو غصب عنه هيقع في الغلط
المهم إنه بيحاول وبيفضل يحاول حتى لو المحاولات بتفشل. طب سؤال بس، هو فين الإعلام للناس دي؟ مش بيتكلم عنهم ليه؟ محدش سأل عليا من التلفزيون يا عربي. طب إمتى الإعلام بيسأل عنهم؟ شوف لنا عم اسماعيل، حد من التلفزيون طالبه. تلفزيون؟ مش معقول. امال فين عم اسماعيل؟ عم اسماعيل ايش انت؟ أظن الرسالة وصلت. وفي مشهد مهم بيوضح قد إيه الصناعية اتعودوا على الحزن طول حياتهم، كل يوم وكل ليلة، لحد ما بقوا بيستقبلوا أي خبر حزين بسهولة ويعدوا منه بسرعة، لأنهم متعودين عليه كده كده. وده بإن لما فارس عرف إن أمه ماتت، وطبعا أداء الزعيم في المشهد ده كان عظيم، حتى لما قال لأبوه إنها ماتت عمل نفس الكلام وقال له هات سيجارة، إن هو ما كلنا هنموت يعني كده كده عادي. نيجي لنهاية الفيلم الجميلة جدا، وبنشوف البطل بتاعنا لوهلة كده بينحرف بمعنى أصح. بعد ما كان استقر واشتغل في أجنس العربيات، فجأة بياخد بعضه ويطلع على الماتش، وبيلعب ضد رزق اللي كان متحكم فيه ومسيطر عليه، وبيكسبه، وكأن مفيش صنايعي هيكسب إلا لما ينحرف. وعشان كده الفيلم اسمه الحريف. مش مقصود بالانحراف إنك تبقى شمال، لأ، المقصود إنك تطلع من القيود اللي مكتفاك والناس اللي متحكمة فيك، تعمل حاجة جديدة، تجدد، تطلع من اللي انت فيه. وده المهم والمقصود، مش انك تنحرف يعني تروح تجيب سيجارتين حشيش ولا تشتغل طبال في ديسكو. وفي النهاية أتمنى أكون وضحت لك الهدف من الفيلم، وأكيد طبعا الفيلم مليان تفاصيل كتير لو اتكلمنا عنها الحلقة مش هتخلص، فهنكتفي بهذا القدر. مش محتاج أقول لك بقى، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.